اللغة العربية فيها 80 ألف جذر. الجذر ده معناه اللي هو الأصل الثلاثي أو الرباعي أحيانا للكلمة أو الفعل. ذكر منهم في القرآن الكريم 1810 جذر بما فيهم الأعلام. تخيل كم جذر منهم موجود في اللغة المصرية القديمة؟ حوالي 900 جذر موجود منهم في اللغة المصرية القديمة. يعني اللغة العربية اشتقت من اللغة المصرية القديمة زي بقية اللغات السامية. وإن المصريين فضلوا التحدث باللغة العربية بعد دخول الإسلام لمصر تشابهها وقربها من اللغة المصرية القديمة اللي عرفها المصريين لمئات السنين وتوارثوها وما نسيوهاش. لحد النهاردة المصريين بيتكلموا اللغة العامية المصرية، وهي أغلبها مصطلحات وأمثال توارثناها من المصريين القدماء. اللغة العربية واللغات السامية أخذت كتير من قواعد وكلمات اللغة المصرية القديمة. خدها على سبيل المثال مثلا تاء التأنيث، المثنى، البدل، فعل الثلاثي، بالإضافة تركيبة الضمائر مع الأفعال اللي هو إضافة الحروف في أول ونهاية الفعل عشان تدل على المخاطب أو المتكلم.